Bismillah. Ngerapat ya kan, maju dikit. Yang belakang maju, yang tengah maju, ngerapat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Maulaya salli wa sallim daiman abada خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد العربي والأجم محمد من يمشي على قدم محمد معروف جميع محمد إحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسول الله بتا محمد أقوال والكلم محمد سابق الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم محمد للنور طينته محمد لم يزل نورا من الكدام محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مدار محمد خير لله كلهم محمد دينه حق دين به محمد حقا على مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد روح
نفسنا محمد على الأمم محمد دنيا وبهجتها محمد غمتي والظلام مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الطبع مناقبه محمد رحمن بالنعم محمد بل وخيرته محمد من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرمه محمد والله لم يضم محمد دنيا ببعثته محمد والحكم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ناسي شافعنا محمد محمد لله ذو المنن محمد للرسل كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. الفاتحة إلى سيدنا شفيع قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه وجميع ثم إلى الأرواح كافة أولى المقرب من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها ثم إلى الأرواح أولياء المقرب المعلم كتب النافع ومصنف كتب النافع والشيخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب ومزمات الصلوات دعوات مناجات كلهم أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وحزابهم ومزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أولياء المقرب أهل البلدة أهل بلد من درسنا خصوصا صاحب هذا الدار الإمام الحبيب البركة محمد بن محسن السقاف وأبي وأمي مشايخي وأخواني وأصحابي وأخواتي أحبابي أجمعين ثم إلى مؤلف الكتاب من مصحف القصيدة الحبيب أبو بكر بن عبد الله الأكبر والحبيب أحمد بن هادي الحميد وصوله وخرج من سادتنا على أبي الجمعين أن الله يتغشاهم برحمه وكرم رسول الجنة أن الله يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات من وفاة من الدين الآخرة أن الله بركتهم يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا حاجة الدنيا والآخرة أن الله يشفي مرضانا خصوصا لمن أوصل بالشفاء الوالدة سعود مريم بنت إدريس من شهاب وكل من أوصل بالشفاء من إخواننا صبر أحبابنا أن الله يشفيهم شفاء أجل شفاء لا يغرسكم ولا ألم أن الله يطوي العمل في السوء والعافية تمام والاستقامة في كل طاعة ويختم لنا ولكم السنة الخاتمة في خير والعافية إلى حضرة النبي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التقوى مع الاستقامة وأعدنا من موجبات الندم يوم القيامة يا حفظ أحفلنا ثبتنا مع أهل الثبات يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه اقبل اللهم الخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب وبابات hadirin hadirat jamaah majelis taklim Kampung Waspada di kediaman Al-Habib Muhammad bin Muhsin As-Sagab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-12 malam ke-13 pada bulan Rajabul Asab kembali kita dikumpulkan Allah di rumah yang penuh berkah dalam keadaan sehat wal afiah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal baik yang kita lakukan sepanjang bulan Rajab menjadi amal yang makbul di sisi Allah. Puasa yang kita lakukan, istighfar yang kita panjatkan, dan segala doa dan munajat yang kita harapkan datang dari Allah, Allah berikan untuk kita. Dan mudah-mudahan semua kesalahan dosa yang kita lakukan sampai detik ini Allah maafkan, Allah ampunkan, dan kita dijaga setelah ini dari segala bentuk kelalaian dan kemaksiatan. Allahumma ighfir lana fima madha wa ihfadna fima baqi. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sebagaimana sudah sering disampaikan tentang fadail hari bulan Rajab ini, di antaranya kita disunahkan memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah secara umumnya bebas kapanpun ya. Puasa bulan Rajab, puasa hari-hari di bulan Rajab, mau hari apapun silahkan, mau kapanpun silahkan, yang penting sepanjang bulan Rajab. Mau ambil sehari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari, nak sebulan penuh pun juga boleh. Namun di situ kita mungkin tidak mampu untuk banyak, minimal kita ambil yang memang disunnahkan, lebih ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antaranya puasa Senin, Kamis. Ya, itu di luar Rajab pun kita disunnahkan, dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah tersebut. Kemudian ditambah lagi puasa Ayyamul Bayd ya, di tanggal 13, 14, 15 bulan sepanjang bulan Hijriyah. Nah, khusus di Ashhurul Hurum, bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, ada tambahan sunnah lagi. Disunahkan kita puasa 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, subhanallah, ummahat, ubabat, akhwat, habaib rahimakumullah, untuk bulan ini kita mendapatkan kebarengan yang bertumpuk, yaitu besok hari Kamis ya, besok hari Kamis. Mungkin bagi ikhwan yang sudah puasa Senin Kamis ya, besok pasangannya ke Kamis, Senin Kamis, satu kita dapat. Yang kedua Ayyamul Bayd, besok masuk hari pertama tanggal 3, 13, 14, 15. Kamis kena lagi, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Lalu dapat sikap lagi puasa yang memang dianjurkan kita lakukan di sepanjang bulan Ashhurul Hurum, puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Ayyamul Bayd ini pas juga dengan hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau kita puasa sangat banyak untungnya ya, lebih. Kalau ada dunia bonus, kita ini dapat bonus ya, dapat bonus luar biasa dengan melakukan besok nih, contoh Kamis, 1 puasa di hari Kamis, tapi 3 pahala puasa kita dah dapatkan. Lalu yang Jumat Sabtunya 2 pahala kita dapatkan dengan 1 puasa di 1 hari Jumat dan di hari Sabtu itu. Jadi kini kami menghimbau kepada ikhwan sekalian yang ada kemampuan, yuk ya, nasihat untuk kami sendiri, yuk kita coba puasa ya. Yang kemarin sudah ngambil Senin, yuk Kamis besok puasa dan niatkan insyaallah melanjutkan Jumat
Sabtu. Diusahakan itu